اليوم غادي نهضروا على واحدة من أقدم وأعقد النقط الجغرافية في العالم. مدينة شافت حروب سياسية، هجرات وتقلبات خلتها تكون متميزة ومثيرة للجدل. مدينة سبتة، هذه المدينة اللي ولات نقطة معروفة بالهجرة، عندها تاريخ طويل بزاف كيبدا من قبل الإسلام بقرون، ولكن نقطة التحول الكبيرة ديالها بدات مع الفتح الإسلامي للأندلس، وبقات القرون هي البوابة والمفتاح ديال العبور بين إفريقيا وأوروبا. أجي نرجعوا بالزمن للوراء ونشوفوا القصة من الأول. قبل ما يدخل الاسلام للمغرب، سبته كانت تحت السيطره ديال بزاف ديال القوى بحال الرومان، ومن بعد البيزنطيين، ومن بعد القوات الغربيين اللي كانوا حاكمين اسبانيا. فاش وصل الفتح الاسلامي للمغرب الاقصى في عهد موسى بن نصير، كانت سبته هي المدينه الوحيده اللي بقات صامده وما دخلاتش تحت حكم المسلمين مباشره، حيت كان كيحكمها واحد الرجل غامض في الروايات التاريخيه سميتو يوليان الغماري. هذا الرجل كان ذكي وعرف باللي المسلمين قوة لا تقهر في ذاك الوقت، وفي نفس الوقت كان عنده حقد كبير وصراع شخصي مع ملك القوط في إسبانيا، هذا الأخير اللي قام بالاعتداء على الابنة ديالو. هنا يوليان دار واحد الخطوة غتغير مجرى التاريخ، اتصل بطارق بن زياد وموسى بن نصير وعرض عليهم يسلمهم سبتة ويزيد يعاونهم بالسفن والمعلومات باش يعبروا للأندلس. وفعلا في عام 711 ميلادية انطلقت أول سفن الفتح الإسلامي من ميناء سبتة تجاه شبه الجزيرة الإيبيرية. ومن هذه اللحظة سبتة ما بقاتش دورها غير مدينة ساحلية، بل ولات هي الشريان اللي كيربط الدولة الإسلامية في المغرب بالأندلس. ومن بعد الفتح الإسلامي سبتة عاشت فترات صراع كبيرة، حيت كاع الدول اللي حكمات المغرب والأندلس كانت كتعرف باللي اللي شاد سبتة شاد المضيق كامل. في الأول كانت تابعة للدولة الإدريسية، ولكن فاش بانت الخلافة الأموية في قرطبة والدولة الفاطمية في الشرق، ولات سبتة منطقة صراع حامل وطيس. الأمويين ديال الأندلس جاو احتلوها مباشرة، حيت بغاو يديروها خط دفاع أمامي ضد الفاطميين. فاش توحد المغرب تحت راية المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين، هذا القائد كان كيشوف بلي الأندلس مهددة بالسقوط، وباش ينقذها كان محتاج لبوابة برية وبحرية آمنة يقدر يدوز منها الجيوش ديالو. هذه البوابة كانت هي سبتة. المرابطين رجعوا للمدينة الهيبة ديالها ورجعوها أكبر قاعدة عسكرية في غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن الميناء ديالها انطلقت الجيوش اللي دمرت القوات المسيحية في معركة الزلاقة الشهيرة. ومع نهاية عهد المرابطين بانت قوة جديدة في الأطلس، هي الدولة الموحدية. الموحدين باش يسيطروا على المغرب كامل ويدوزوا الأندلس كانوا عارفين بلي الحسم ما غاديش يكمل إلا ما طيحوش سبتة، حيت اللي شاد سبتة كيقدر يقطع الإمدادات على الأندلس كاملة. وفعلا بعد حصار ومعارك شديدة سقطت المدينة في يد الموحدين. ولكن الموحدين ما بغاوش سبتة تبقى غير تكانة عسكرية ديال الحرب بحال عهد المرابطين، هما فكروا بطريقة تانية، بغا يرجعوها عاصمة اقتصادية وعلمية. في هذه الفترة الموحدية سبتة عرفات العصر الذهبي ديالها، المدينة ولات عامرة بالسفن التجارية اللي جاية من جنوة والبندقية ومختلف بقاع العالم، والمدينة ولات منارة علمية كبرى تولد وقرا فيها واحد من أعظم الجغرافيين في التاريخ البشرية، هو الشريف الإدريسي اللي رسم أول خريطة حقيقية للعالم. ومع ضعف الموحدين بانت الدولة المارينية في فاس. المارينيين دخلوا في صراع مرير وطويل مع بني الأحمر حكام غرناطة في الأندلس على شكون يسيطر على سبتة. هذا الصراع الداخلي بين الإخوة والأندلسيين والمغاربة على سبتة خلى المدينة تنهك اقتصاديا وعسكريا، وبلاو الحكام ديالها كيتبدلوا بزاف وكيتحالفوا بعض المرات حتى مع الأعداء باش يحافظوا على الكرسي ديالهم. هذا التشتت والصراع على السيطرة خلى سبتة تولي الحلقة الأضعف في المغرب، وهذا الضعف هو اللي شافت فيه البرتغال الفرصة الذهبية باش تهجم وتسيطر على المدينة عام 1415. وفي هذا الوقت بالذات كانت البرتغال كتكبر كقوة بحرية صاعدة في الشمال، وبغات تخرج للمحيط وتسيطر على طرق التجارة ديال الذهب والتوابي اللي كانت كتجي من إفريقيا. ملك البرتغال جون الأول والأبناء ديالو فكروا بطريقة استراتيجية، إلا بغينا نسيطروا على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط خاصنا نسدوا الباب ديال المضيق، وهذا الباب هو سبتة. في عام 1415 استغلت البرتغال الضعف والفوضى السياسية في المغرب وهجمات بأسطول ضخم كيتكون من أكثر من 200 سفينة وحوالي 45 ألف جندي. الهجوم كان مباغت وسريع لدرجة أن المدينة سقطت في نهار واحد. هذا الحدث ما كانش حدث عادي، حيث المؤرخين كيعتبروه هو نقطة البداية الفعلية لعصر الاستعمار الأوروبي الحديث في العالم. بزاف ديال الناس كيسحب ليهم باللي اسبانيا هي اللي احتلت سبتة من الأول، ولكن الحقيقة هي أن البرتغال هي اللي بقات شاداها لأكثر من 225 سنة. فكيفاش تبدلات الهوية ديالها لإسبانيا؟
الجواب كان في واحد الحدث سياسي وقع عام 1580 فاش مات ملك البرتغال بلا ما يخلي وريث. هجم ملك اسبانيا فيليب الثاني على البرتغال ووحد دولتين تحت تاج واحد فيما يسمى الاتحاد الإيبيري. فهاد الفترة ولات سبتة كتسيرها إداريا إسبانيا. ولكن في عام 1640 البرتغاليين داروا ثورة واستقلوا على اسبانيا ورجعوا المملكة ديالهم، وهنا وقع غير المتوقع. فاش طالبت البرتغال باسترجاع سبتة، النخبة والسكان ديال المدينة رفضوا يرجعوا للبرتغال واختاروا يبقاو تابعين لملك اسبانيا. حيت طيلة 60 سنة ديال الاتحاد ولات المعيشة والاقتصاد سبتة معتمد بالكامل على الموانئ الإسبانية القريبة بحال قاديس والجزيرة الخضراء وماشي على لشبونة البعيدة. وفي عام 1668 وبموجب اتفاقية لشبونة بين إسبانيا والبرتغال اعترفت البرتغال رسميا بالسيادة الإسبانية على سبتة، وهذا الشيء كيشرح علاش سبتة بقات إسبانيا بينما باقي المستعمرات البرتغالية رجعات للبرتغال. سلاطين المغرب ما تقبلوش هذا الوجود المسيحي على الأرض ديالهم، ومع صعود الدولة العلوية وتوحيد المغرب تحت حكم السلطان المولى إسماعيل بدأت مرحلة الجهاد وتحرير الثغور. المولى إسماعيل أسس جيش قوي منظم اللي هو جيش عبيد البخاري، وقدر يحرر مدن بحال طنجة والمهدية وأصيلة، وبقات سبتة هي الهدف الأكبر. في عام 1694 ضرب الجيش المغربي حصار خانق على سبتة. هذا الحصار ما دامش عام أو عامين بل دام أكثر من 30 سنة، وكتعتبر من أطول الحصارات العسكرية في التاريخ. الجيش بنى قلاع داير بالمدينة وقطعوا على أي إمداد بري. فعلاش هذا الحصار الطويل ما نجحش في استرجاع المدينة؟ السبب هو ان اسبانيا كانت كتسيطر بالكامل على البحر، وكانت كتصيفط المساعدات والمؤن والجنود عبر السفن باستمرار. وفاش مات المولى اسماعيل سنة 1727 دخل المغرب فترة صراع داخل على الحكم اللي هي أزمة 30 سنة، وهذا الشيء فرض على الجيش المغربي يرفع الحصار ويتراجع، وبقات سبتة صامدة بفضل الدعم البحري الإسباني. رغم فشل الحصار الحدود البرية ديال سبتة بقات ديما منطقة توتر ومشاحنات. القبائل المغربية المجاورة للمدينة بحال قبائل أنجرة وجبالة ما كانتش كتعترف بالوجود الإسباني، وكانت ديما كتهجم على نقاط الحراسة الإسبانية. في عام 1859 وقع نزاع على الحدود الإسبانية. إسبانيا اللي كانت كتفتش على سبب باش تفرض هيبتها الاستعماري على المغرب اعتبرت هادشي إهانة لها، وأعلنت الحرب على المغرب فيما يسمى حرب تطوان. المغرب كان كيعاني من ضعف عسكري واقتصادي كبير في ذاك الوقت وانهزم في الحرب، والنتيجة كانت كارثية. تفرض على المغرب غرامة مالية خيالية فرغت خزينة الدولة، وتم توقيع معاهدة واد راس وتوقعوا عدة معاهدات اللي بموجبها تفرض على المغرب توسيع الحدود البحرية لسبتة وتحديدها بدقة. من بعد استقلال المغرب عام 1956 رجع الملف للواجهة. المغرب كيشوف بلي سبتة ومليلية هما مدينتين مغربيتين مستعمرتين وكيطالب باسترجاعهم، بينما الموقف الإسباني كيرفض هذا الشيء كليا، كيقول بلي سبتة هي أرض إسبانيا بحكم التاريخ وحكم أن ساكنتها إسبان مندمجين في السيادة الإسبانية. في التسعينات فاش دخلت إسبانيا في اتفاقية شينغن للحدود المفتوحة مع أوروبا ولات مجبرة باش تحمي الحدود الخارجية ديال الاتحاد الأوروبي. هنا تحولت الحدود البرية لسبتة من مجرد نقط حراسة عادية لجدار تكنولوجي حديدي مجهز بالكاميرات والأسلاك الشائكة، وهنا فين كتجلى الصدمة والمفارقة الحقيقية اللي كتحبس الأنفاس. إلا رجعنا بالتاريخ للوراء، هذا المضيق وهذه المدينة كانت لقرون منطلق ديال ناس خارجين برأس مرفوع حاملين معهم مشروع ورسالة وقوة باغيين ينشروها ويتوسعوا بها في العالم، وكانوا كيعبروا الأندلس كقادة وفاتحين ومجاهدين كيبنيوا حضارة وكيفرضوا الوجود ديالهم كأمة قوية كتهابها الدول. ولكن اليوم ميزان التاريخ تقلب كليا والآية تعكسات. نفس هذا الطريق ونفس هذا البحر اللي كان طريق للمجد ولا اليوم ممر ديال الهروب. الشباب والأطفال الصغار ما بقاوش كيعبروا باش ينشروا رسالة أو يفتحوا أرض جديدة، بل ولاو كيرموا راسهم للموت وهما هربانين من الفقر والظلم والقهر والضياع اللي ما لقاوش ليه دواء. سبتة اليوم رجعت بحال شي مراية قاسية كتعكس لنا الواقع ديالنا. أرض كانت في التاريخ كتصدر الفاتحين والعلماء ولات اليوم كتصدر شباب هربان باغي غير ينجب حياته. كنتمنى تكون هذه الرحلة التاريخية عطاتكم نظرة مغايرة وعميقة على قصة سبتة وكيفاش تبدل دورها عبر الزمن. شكرا بزاف على وقتكم ومتابعتكم، وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وخليوا لنا تفاعلاتكم وآراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ونتلاقاو في الموضوع الجاي إن شاء الله.